عارفين إن لما أكون لسه صارفين امبارح مبلغ وقدره وعاملين أكل وأصناف وأشكال يا فيه بواقي ومحتاجة تعملي حاجة تاني يوم بس مش عارفة تعملي إيه، ولازم تكون حاجة حلوة عشان إحنا في صيام وإنتي تاكلي والأولاد ياكلوا. أعتقد مفيش أحلى من الحواوشي ممكن نعمله بجد، يعني إنك تسندي بيه الأكلة بتاع تاني يوم، وكمان مش مكلف. ليه بقى؟ لأنك هتعملي 5 رغيفة بربع كيلو لحمة مفرومة بس، وزي ما انتوا شايفين بقى ايه شكله من جوه تحفة، وطعمه تحفتين 3 كمان بجد، ومقادير مش مكلفة. ازاي؟ هنشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي عاملين ايه؟ حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا الأيام بخير يا رب. يلا نخش على طول في المكونات. معانا كده بصلاية كبيرة مفرومة، وبواقي الجبنة الرومي اللي عندنا قطعتها، وشوية جبنة موزاريلا كان عندنا قلنا نجيبهم، وقرن فلفل رومي على قرن فلفل ملون، والتوابل بتاعة الحوشي، وربع كيلو لحمة مفرومة. بس ربع كيلو لحمة مفرومة. هنشوف هيعملوا لنا ايه. نخش على طول على السريع علشان ايه معوقش عليكم. هنجيب التوابل بتاعتنا ونحطها، مش هنفضي الكيس كله، هنسيب شوية وهنشوف هيبقى محتاج تاني ولا لا. تمام، انا في الاول فضيته كده كله، بعد كده ايه قلت لحسن يبقى حادق، فديكوا ايه بصوا شلت شويه زي ما انتم شايفين، شلت يجي حوالي معلقه. وبعد كده هنقلبه وندخل بقى ايه التوابل فيه. انا كنت قلقانه من الخلطه ديت لتكون حادقه، لان انا قريت في مكوناتها ان هي محطوط عليها ملح. انا الاول كنتش عارفه احط ملح ولا لا، بعد كده قريت في المكونات ان هي محطوط عليها ملح، قلت خلاص يبقى كده مينفعش احط ملح، هيبقى عامل زي الفيجيتار كده ايه، بيبقى مالح. فقلت مش هاحط ملح، بس بقى كنت مرعوبة مرعوبة. بس عايزة اقول لكم الخلطة دي تحفة، فيها توابل مجففة وفيها بص كل حاجة. يعني لو تركزوا كده في الطبق هتلاقوا حاجات كده في الطبق جميلة جدا. بعد كده بصلاية مفرومة، بصلاية كبيرة. تمام، احنا بعد كده هنستخدم ايدينا، مش هنعرف نقلب بالمعلقة تاني. بقى تلبسوا جلافز او بايديكوا دي حرية شخصية. انا شخصيا ببقى غاسلة ايديا قبل الاكل، كده ده اكل محدش هياكل منه، فانا حرة ايه اعمل بالطريقة اللي تعجبني، عشان محدش يعلق ان انا عاملة بايديا او كده. كل واحد يعمل زي ما هو شايف او زي ما هو حابب. تمام، حطينا بقى كده قرن فلفل الاصفر وقرن فلفل اخضر. طبعا لو عاوزه تحطي قرن فلفل احمر حطي. الناس اللي بتحب تحط طماطم، مش هينفع نحط الطماطم الا اللحم بتاعها. يعني لو عاوزه تحطي طماطم حطي اللحم وسيبي اللي هو البذر والقلب ده كله هترميه. تمام، علشان ما ايه ما ينزلش سوائل كتير، وتلاقي الرغيف الحواوشي منك عجن وطري. طبعا حلاوه الحواوشي ان يكون من بره كريسبي وفي قرمشه كده حلوه. تمام، كمان ما هو بيستوي على مرحلتين أو على طريقتين، بمعنى أصح هو مرحلتين فعلًا وعلى طريقتين. في كلتا الحالات هنسويه على مرحلتين. بمعنى إيه مرحلتين؟ هتفهموا. بس الطريقتين إن إحنا ممكن ندخّله الميكروويف أو الفرن اللي بالكهربا مش الميكروويف. تمام، أو فرن البوتاجاز عادي، أو إن إحنا نقلّبه على طاسة مدهونة زيت ونفضل نقلّب. تمام، ده بالنسبة ل لشكل الاستوا. بُص أولًا أنا بقى حطيتها كده في التلاجة ييجي 4 ساعات. تمام، التتبيلة شربت في اللحمة وخلاص. لازم نسيبها، مش هينفع نحطها على طول، بس ما نسيبهاش في الرغيف علشان الرغيف ما يعجنش. إحنا هنسيبها زي ما هي اللحمة كده في التلاجة. ومعانا أدي الجبنة الرومي وأدي جبنة موتزاريلا. بصوا شكل العياش، حبيت برضه أوريكم شكل العياشة اللي أنا كنت قايلة لكم عليها في الفيديو بتاع المفروشات. ولسه ما شافش الفيديو بتاع المفروشات يروح يشوفه، هيلاقي العياشة ديت قبل ما تتلف كده أو قبل ما تتقفل وبعد ما قفلتها. تمام، بنجيب بقى ايه بنقي الرغيف العيش اللي يكون وشه مش محمر، زي ما انتم شايفين بنقي الرغيف الابيض. اه وكمان دي حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها، ان انتوا مش شرط تروحوا تجيبوا عيش مخصوص للحواوشي. يعني انا واحده من الناس مش عارفه اروح الفرن وانزل واقول له عايزه عيش للحواوشي والحركات ديت. لا عادي بجيب العيش العادي، بس بختار زي ما انتم شايفين الرغيف مبيبقاش متحمر قوي، عشان ما ما ادخله كده ما يبقاش ايه اتحرق. فاهمين؟ هي دي الفكره. بس بعد كده بقى إيه، بناخد قطعة لحمة تكون مناسبة للرغيف، نفردها في الرغيف كله، يكون الرغيف كله متساوي. وطبعا دي تكة مهمة علشان إيه، علشان اللحمة تبقى كلها سوا بعض، حتة مش متبقاش حتة مستوية وحتة لأ. تمام، بعد كده بنجيب بقى الفرشة بالزيت كده وبندهن على وش الرغيف. بس دي المرحلة لحد دلوقتي سهلة.
والاسهل واسهل ان انتوا لو عملتوا لايك وعملتوا اشتراك في القناة، بجد مش هيبقى فيه اسهل من كده عليكم بصراحة يعني. بجد فيديو في 10 دقايق هيعلمك، انا مش مطولة فيديو علشان تنجزي. ولو عايزة تعملي حواوشي بجد تحفة تحفة تحفة. الجبنة الموتزاريلا بقى والجبنة الرومي دولت مش مرحلته، عشان محدش يستعجل ويفتكرني يقول انت قفلت الرغيف من غير ما تحطي الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي. لا انا ما بحطهمش دلوقتي، هقول لكم بقى بنحطهم فين بعد ما نخلص، يكونوا انت بقى نزلتي كده وعملتي لايك وعملتي اشتراك في القناة. وعلى فكرة الحاجات ديت ببلاش، مش بفلوس يعني. فكرة الحواشي في رمضان على فكرة جميلة جدا، يعني اني ربع كيلو لحمة بسم الله ما شاء الله، بص عملوا لي 5 ترغيفة ومليانين. بصوا زي ما شايفين كده الرغيف مليان، مش مثلا محنتفاه قوي كده ولا ما فيهوش حتة لحمة. معقولة ما حطيت البصلاية الكبيرة وحطيت الفلفل، وطبعا كلها حاجات هيلسي، فمخليه جميل. اخر رغيفين دولت حابة اعملهم محرقين سبايسي، طبعا دولت عاملاهم للاولاد، وانا حبيبة اعمل اخر رغيفين ايه، حراقين. فبحط الشطة. فانا بصوا يعني انا ما بوقفش على الحراق، حتى لما بعمل مكرونة بشاميل او بعمل اي نوع اكل بعمل الحراق لوحده، وبعمل نفس الصينية بقسمها نصين كده، وارش الشطة في النص، وابقى معلمة النص اللي انا حاطة فيه الشطة. المهم ان انا برضو انا بحب اكل الحراق، والاولاد طبعا ما ينفعش ياكلوا حراق، فما بحبش اللي هو نقف على حاجه، هو نفس الاكل هناكل منه سوا، وكل واحد هياكل كمان بمزاجه. انا عايزه اكل الحراق يبقى انا هاكل حراق، هم هياكلوا بارد هم هياكلوا، هديلهم الاكل البارد، وكله بيطلع طعمه حلو زي بعض. بس انا ما بعرفش اكل اكل ما بيبقاش حراق، ما بقاش عارفه بجد اللي بياكل الاكل مش حراق بيبقى اكله ازاي. وكده خلاص خلصنا الرغيف اللي قبل الاخير، وادي خلصناهم كلهم اهو، شلت لكم الرغيف الاخير وادي خلصناهم، وادي جبنه موتزاريلا وجبنه رومي. بقول لكم ان انا مش هحطهم دلوقتي الا لما ادخلهم الفرن، هيقعدوا حوالي 10 دقايق. في اول مره هدخله 10 دقايق، نص سوا كده وهنطلعه. ادي اول حاجه. بصوا هنعمله بالمنظر ده، انا حشيت لكم اول رغيف. بنجيب بقى بقيه ترغفة كده، افضل ايه 4 ترغفة. زي ما انتم شايفين هو كده ايه، نص سوا، يعني قرب يستوى كمان، يعني 3/4 سوا مش نص سوا. وما بياخدش وقت، هو حوالي 10 دقايق، 9 دقايق ويروح ياخد المنظر اللي انتم شايفينه ده. وعايزه اقول لكم بصوا العيش باين عليه ان هو ايه ما شاء الله، آه مش طري، ان هو ابتدى ياخد الكريسبي كده وجميل ما شاء الله، وزي ما شايفينه من جوه تحفه. بروح بقى ايه، لو عايزه تخلطي الاتنين على بعضيهم بتخلطيهم، عايزه تجودي من عندك بقى وتحطي الشيدر حطي. بس انا استكفيت بالرومي. الرومي كمان مش كنتش جايبها مخصوص بصراحه، الرومي كان عندي جبنه رومي تفضل حته من هنا على حته من هنا، وجبنه الرومي لما بتقعد بتنشف ما تبقاش حلوه. قطعتها زي ما انتم شايفين كده، هو زي ما بقى تحبي تقطعيها تبشريها اكتر من كده. انا قطعتها بالسكينه شرايح زي ما انتم شايفين صغيره. قدرتي تقطعيها اصغر من كده قطعيها، هي كده كده الصراحه بتسيح على طول. ورحت حشيتها بقى بالجبنه الموتزاريلا معاها. طبعا غير انها شكلها بيبقى مغري للاطفال، وغير اني يعني عشق. وعاوزه اقول لكم فكره الحواوشي بالظبط عامله زي فكره البيتزا، اللي هو عارفين لما يكون عندكم بواقي حاجه فتحطوها والله الحواوشي ده بالنسبه لي كان نفس الفكره، وفي الاخر بيطلع طعمه حكاية. يعني أنا كل اللي جبت ربع كيلو لحمة مفرومة، ولو ما عندكيش انتي جبن بلاش، مش لازم جبن، يعني الجبنة دي تجويد كده أو تاتش بسيط من عندي. انتي حابة تحطيها حطيها، مش حابة هي مش في الوصفة الأساسية. الحواوشي أساسه لحد ما خلصنا من الفلفل والتوابل. والتوابل بتجيبيها جاهزة، يكون أي نوع توابل انتي بتحبيه فضلي. دخلناه الفرن تاني على حوالي 5 دقايق، طلع بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، منظر تحفة. عارفين أنا أصلًا كنت متحمسة، يعني أنا باطلّعه كده وأنا متحمسة، اللي هو إمتى المغرب يأذن. بس بصراحة أنا كنت عاملاه في الأواخر، فالمغرب يعني ما استنيتش. وكمان كنت حابة عاملاه في الأواخر ليه بقى، عشان يبقى سخن وآكله وهو سخن والجبنة لسه فيه وحلوة. الحتة ديّة الجبنة كانت جاية على الطرف ما كانتش أنا عايزة أقول لكم طبعًا أنا وأنا باحشيه كان سخن على إيديّا ومش عارفة أحشيه، وأنا باقطّعه لكم دلوقتي سخن على إيديّا ومش عارفة أمسكه، سخن ومولّع نار حرفيًا، وأنا مش باعرف أمسك الحاجات السخنة بصراحة. حاولت بقى أفتح لكم واحد كده من جوّه، بصوا جايبين إزاي، والله شكله حكاية. وبصوا من برّه بقى مقرمش وحلو.
عاوزة أقول لكم إن ده بيبقى أخف من بتاع الطاسة من كتر الزيت وكده وبياخد وقت ومجهود، أنا حاسة إن أنا كده باعتن رغيف العيش وبادخّله ولو ما عندكيش تحت وفوق بتقلّبي، أنا الصراحة السِوَى عندي تحت زي فوق، ما كنتش محتاجة إن أنا أقلّب على الجنبين، زي ما شايفين أنا مش مقلّباه ومن تحت أحمر ومن فوق أحمر وسِواه بسم الله ما شاء الله، وبس كده، ينفع بقى في يوم يكون عندكم بواقي أكل وحابة تسندي حاجة جنبيه، ووجبة جميلة وتفتح النِفس وسهلة وما بتاخدش وقت خالص، وبالهنا مع هنا مصطفى دايمًا، أشوفكم على خير.